السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم صوابع زينب بطريقة سهلة ومبسطة. عبارة عن دقيق وسميد. معايا اول حاجة خالص كوباية من السميد، هبتدي اضيفها على طول. معايا 3 معالق من السمن، واحط كمان معلقة من النشا، معلقة كبيرة كده هرمية من النشا، كلها سهلة متواجدة في البيت. معايا هنا خميرة، احط كيس خميرة بتاعي يعني في حدود معلقة صغيرة لان ده نص كيس. بعد كده هاجي للدقيق بتاعي، حطيت كوباية من السميد، اروح احط عليه قصاده على طول كوباية من الدقيق اهو بالشكل ده اهو. وطبعا ما تنسوش ذرة الملح، سنة عن النبي عليه افضل الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله، ذرة الملح. يلا بقى اديهم قليبة لغاية ما كل المقادير بتاعتي كده تشرب السمنة اهو، زي كأننا بنعمل الكحك كده دايما بنخلوه الدقيق بتاعي كده يشرب السمن، المادة الدهنية اللي انا عملته، ونبسها كده بالمعلقة اهو بالشكل ده. شايفين ازاي؟ صلوا كده على النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله. طيب البس ده ليه؟ علشان يخليه ناعم كده جميل للمقدار بتاع صوابع زينب بتاعتي. طيب ليه حطيتي نشا؟ علشان النشا هي اللي هتخليها مقرمشة من بره وطرية وزي العسل ودايبة من جوه اهو. جربوها وحطوا فيها النشا زي ما انا عملت، هتلاقوها في حتة تاني خالص يا جماعة. شايفين كده شربت كل المادة الدهنية بتاعتي. هبتدي يلا اعجنها لغاية ما تتكون بس معايا عجينة بمية. اشيل كده خلاص المعلقة بتاعتي بالشكل ده، وابتدي اضيف المية شوية شوية اهو، وعجن اهو لغاية ما تشرب وتتكون معايا عجينة. شايفين ازاي اتلمت في ايدي كده اهو مرة واحدة اهو، بقت زي العسل. بقت معايا عجينة اهو مظبوطة وحلوة. هسيبها يلا تستريح 5 دقايق بالظبط عشان نبتدي نشتغل فيها ونشكلها. تستريح 5 دقايق. هبتدي يلا كده بالسكينة وهبتدي اقطع حتت كده اهو العجينة بتاعتك كده، ابتدي افردها بالطول بالشكل ده وبالسكينة، وابتدي اقطعها بالشكل ده كده الكمية كلها.
كده بعد ما حمرتهم وبقوا زي العسل. شايفين ازاي مقرمش كده من بره وطري وهش خالص من جوه. شايفين الحركات والتركات؟ سقيتهم كده بالشربات بعد ما حمرتهم، ودي احلى صوابع زينب. تاكلوها وبالهنا والشفا عليكم. لو عجبتكم الوصفة بتاعتي ما تنسوش تعملوا لي احلى لايك وسبسكرايب للقناة لو عجبتكم الوصفة بتاعت النهاردة. السلام عليكم.